جبت الفلاشه. نار الدنيا يا عم الحاج، الله يبارك لكم يا رب. يا عم الحاج اخواتي دول طبعا يا حاج، اخواتي. انا عم بعيد ولد، انا عم بعيد. لا تعالى يا حاج ما تيجي يا حاج. كلنا ده الانتخاب احنا محمود يا معالي النايب. قولوا امشي عليه. انا ثواني يا ماما، بيقولوا هتتكلم دلوقتي، قال له اصبر. مين المسؤول عن المايك هنا؟ حد يقدم بقى شغل نائب وكده. يقدروا نبدا بالله طبعا على النبي. هم هنتكلم عشان هم مبارك يا معالي النايب. بسيادة النائب تقديم الشيخ الحاج جمال شرف المساكين المدير والحاج احمد ربيع والعرب السوري والباشمهندس محمد، وكلنا بالتوفيق ان شاء الله. وبنبارك كلنا لسيادة النائب تقديم الشيخ وكبرنا لسيادة بشكر عائلة الشامي على هذه الدعوة. الدعوة لجميع عن كرم هذه العائلة. عائلة الشامي المشهورة في المساكين بالكرم، ومشهورة بالمجاملات، ومشهورة بكل شيء جميل بيقدموه لأهل المنطقة. بزيادة قوي، بزيادة قوي. خالص. وفي حاجة جدا الشهادة دي الخاص والتاني عارفها، وأنا مش بقول كلام مجمع، وهم عارفين كل الناس اللي قاعدين هذا. وطبعا هو اسمه كمان شرف، وانا اسمي محمود. هو اسمه جمال شرف، وانا اسمي محمود ابراهيم سيد فرج بدر شرف. فاحنا بنتقابل في لقب العائله. واهم حاجه في الموضوع لما نيجي نقول هو اخويا ده مصطفى حب اخويا. ومصطفى عاش صغير، عاشت عمر من زمان دراسه، والموضوع احنا مش غلط على بعض. هو طبعا انا في المؤتمرات وفي اللقاءات بقف عشان اتكلم، بس انا مش بقف النهارده ليه؟ لان انا قاعد وسط اهلي ووسط اخواتي ووسط اصحابي. الموضوع طالع من القلب واكيد هيوصل. اللقاء ده ليه طبيعه خاصه. طبيعه ان انت قاعد اللي على يمينك